فالكونز أعلن الحرب على الأتراك، بس كان قائد الفريق هو أينشتاين اللعبة، وهذا أكثر من كافي لقيادة الفريق. فالكونز مع بداية الموسم أعلن عن صفقة عالمية بانضمام الجزائري رؤوف مع فريقه، وبخيار جريء فالكونز بيلعب بأمس أوروبا. في هاي البطولة بنجح فالكونز يوصل النهائي ضد 14 فريق تركي، والبطولة مقامة في تركيا من وسط اسطنبول، يعني كل الظروف بتحكي إنه فريق تركي هيجيبها. بس هذا مو عند الصقور ولا حتى رؤوف، لأنه رسميا إنه من نص تركيا فالكونز هم أبطال بأمس اليوروب، وبيحجز مقعد التأهل إلى البطولة الأهم، كأس العالم للرياضات الإلكترونية. لا، ومن كثر البطولات ترك الكأس وراح رؤوف. الأسطورة رؤوف بكمل إثبات نفسه وجودته وقوته، وإنه هو الرقم الصعب ومو من قليل لقبوه بأينشتاين، ونجاح جديد يضاف لنجاحات رؤوف وتحت شعار الأنجح فالكونز. وهذا وقت نحقق لقب عالمي من قلب الرياض.